بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في قناتكم مطبخ فاطمة. إن شاء الله تكونوا كامل بخير والصحة وعافية. وصفتنا لنهار اليوم هذه التشكيلة الرائعة من الحلويات بعجينة واحدة، وانتي شكلتي العديد من الحلويات بنتها مختلفة ومذاقها رائع. انتي فقط تابعي معايا المقادير وطريقة التحضير للأخير، راح تكتشفي العديد من الأسرار. بالنسبة للعجينة عندي 500 غرام مارغرين، راح نخدمها شوية بالفوي أو بالباتور اللي متوفرة عندك، ممكن تستعملي اليد فقط. راح نضيف عليها باطة تاع سكر ناعم، يعني بنفس العلبة درت سكر ناعم. نخلط كامل هذه المكونات جيدا حتى يمتزجوا مع بعض. بعد ذلك راح نضيف عليهم نصف العلبة زيت، راح نحطها بالتدريج. وهذه العجينة ناجحة وتجيكم قوام تاعها ولا أروع، جربوها أكيد راح تنال إعجابكم وراح تخرجكم حلويات مختلفة في الأشكال وفي الأذواق. نخلطوا هذه المكونات جيدا مع بعض. بعد ذلك نبقى نضيف البيض. البيض حطوه بالحبة، راح نستعمل 5 حبات بيض ونبقى نضيف فيهم بالحبة. كل ما نشوف حبة اختفت نضيف الثانية. هنا باش العجينة تاعكم تجي طرية وتجي متماسكة، تبعوا كامل المراحل، وهذه الخطوات راها يعني إجبارية باش تنجح لكم الوصفة. راح نضيف ملعقة كبيرة فاني، ممكن تستعملي البودرة، أنا كان هنا عندي السائلة. الفاني دائما حطوها بعد البيض، أنا دائما نقولها لكم هذه الخطوة باش تجي ريحتها زاكية في الحلوى. نضيف هنايا علبة مايزينا، درت لها ملعقة كبيرة تاع ملعقة صغيرة عفوا تاع خميرة الحلويات. نخلط كامل هذه المكونات مليح مع بعض. كما راكم تشوفوا ولات قوامها كريمي وكأنه فقط الزبدة. بعد ذلك راح نقسم هذه العجينة إلى قسمين. القسم الأول راح نضيف عليه الفرينة كما راكم تشوفوا، راح نخليه عادي بدون أي ذوق، فاني فقط، ونبقى نلم في العجينة بالفرينة. ولازم تخلوا العجينة تاعكم طرية كما راكم تشوفوا. هنا راني ثاني حطيت لكم طريقة العجن، راني نلم فيها فقط مانيش نعجن فيها، ونشوف باليد الثانية كما موالفة. دائما نقول لكم هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. بعد ذلك النصف الباقي راح ثاني نقسموه على 2، يعني يولي عندي قسمين آخرين. نضيف عليه الكاوكاو، هنا حطيت عليه 3 ملاعق كبار كاوكاو، ونضيف عليه الفرينة نبقى نلم فيه. هذا راح نستعمل به المشوك. وهنايا حاولوا تخلوا العجينة طرية، هنايا شوية يبستها لأنه الكاوكاو راه يشرب. والباقي تاع العجينة راح نضيف عليه عطر الكراميل حوالي ملعقة صغيرة، ونبقى نلم فيه ثاني بالفرينة. هذه الحلوى تجي روعة، جربوها خاصة اللي يحبوا الكراميل راح تعجبكم هذه الحلوى، اللي ذاقوها كامل عجبتهم. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه، وهذه الكمية اللي تحصلت عليها تاع العجين. كل وحدة راح ندير لها شكل، وكل وحدة راح يولي عندها ذوق مختلف تماما على الأخرى. هنا بالنسبة للعجينة الأولى اللي درت لها ذوق الكراميل راح نشكلها في هذو الكيسات تاع الحديد كما راكم تشوفوا. ممكن تحطي فقط وتضغطي على الجوانب كما راكم تشوفوا، أو توزني. وراح نثقب هذه العجينة باش ما تتفخليش في الفرن. هنا توزنوها حوالي 28 غرام بالنسبة اللي يحبوا يوزنوا باش تجيكم الحبات كامل كيف كيف، ممكن تحطي وخلاص. هنا بعد ما نشكل كامل الحبات كما قلت لكم ثقبهم. بالنسبه للعجينه تاع المشوك هنايا كما راكم تشوفوا راني وزنتها، ونحطها في بياض البيض ونحطها في الكاوكاو إيفيلي كما راكم تشوفوا. ممكن توزنوا بهذه الطريقه، هذه الطريقه راح تساعدكم ياسر. وشوفوا طريقه كيفاش تلموا العجين تاعكم باش ما يتفتتش. شفتوا الطريقه الاولى لازم تضغطوا عليها شويه ومن بعد تكوروها، مش تكوريها مباشره، راح تبقى تتفتت لك ومش راح تتشكل لك زين. هنا ممكن ترمدوها بهذه الطريقة، ولا كاين طريقة أسهل وأسرع وأنجح، يعني تجيك كامل الحبة مرمدة، وهي أنك تخلي الكاوكاو تاعك في الساشي وتبقاي تلمي فيه، يعني تبقاي ترمدي فيه كما راكم تشوفوا. هنا راه الفيديو موضح لكم كامل، وراني حاولت نسرع فيه باش ما يجيكمش طويل. هنا ندير الحلوى تاعي طيب على 180 درجة مدة 20 دقيقة، وراح نكمل باقي العجينة. بالنسبة للعجينة تاع الصابلي العادي هنا قسمتها على 2. الجزء الأول راح نديرو شكل هلال، هذا الشكل الراقي جا ثاني ما شاء الله. شوفوا كيفاش هنا راني نشكل فيه، وهذا هو السمك تاع العجينة تاعي.
هنا بعد ما تشكلوا العجين تبقاو تلموا فيه فقط، يعني ما تعاودوش تعجنوه. وهنا بيا ما درتش الفرينه، راح تبقى لكم العجينه تاعكم طريه. ننصحكم ديروه في الكيس كما راكم تشوفوا. انا راني هنايا وريت لكم كامل الاسرار باش تنجحوا في هذه الحلوى. وهذه الحلوى راح تسلكم في ياسر المناسبات، يعني في الاعياد او مناسبه وتديهم في ايدك كيما تحبي. هنا ثاني هاني شكلت كامل الحلوى تاع الهلال. نروحوا نشكلوا الصابلي العادي في هذا الطابع اللي يعييكم ياسر. وهنا ننصحكم باش تجيكم تشكيله تاعو سهله، وكاين ياسر يعانوا منه ولازم تقتصيه في الفرينه. اذا ما قتصتيش راح يعاود يلصق لك وتحصلي فيه كيما راك تشوفي. هنا نكمل كامل الكميه اللي عندي. ثاني حلوه الصابلي اللي ما نقدروش نستغنوا عليها في كامل المناسبات تاعنا. هنا كما راكم تشوفوا راني شكلت. وهذا هو المشوك تاعي. بعد ما طاب راح نعسله مباشره، نحط كل حبه فيها ملعقه تاع عسل. وهذا هو العسل اللي كنت خدمته في المنزل، ناجح 100% وبقالي كما هو. راني هنايا خدمت لكم به هذه الحلوى، وراح نخدم لكم به العديد من الوصفات ان شاء الله. شوفوا المنظر تاعو جاي شهي ما شاء الله. بالنسبه للصابلي شوفوا كيفاش جا، حبه قد اختها وجا محمر ما شاء الله. البنه تاعو ولا اروع. هنا نلصق الصابلي تاعي عادي بالكونفيتير تاع المشماش، نتوما ديروا لي متوفر عندكم. هنا لصقته عادي. بعد ذلك راح نلصق ثاني تاع الهلال. راح ندير هذه الخلطه تجي ما شاء الله، وراح تفرق ياسر في الذوق تاع الصابلي. نديروا كميه تاع كونفيتير ونزيدوا عليها حلوه ترك ونخلطوها حتى تولي شكلها كريمي. بعد ذلك نلصق بها حبات الصابلي تاع الهلال كما راكم تشوفوا. وهذه الخطوه راح تفرق ياسر في البنه تاع الحلوه تاعكم. بالنسبه للحلوى تاع القنيدلات راح نوجد الحشو تاعها. شوفوا كيفاش جاو محمرين، انا نحوس عليهم كيما باش تجي القرمشه وتجي البنه كامل في الطياب تاعها. الحشو هنا درت فيه كميه تاع كاوكاو وضفت عليها القليل من حلوه الترك، وراح نخلطهم كامل مع بعض ونلمهم بهذا النيسلي كراميل او توفيا كراميل اللي كنت حضرتها في المنزل. وراح نحط لكم الوصفه، وهذه الوصفه ثاني ناجحه وتجيكم ما شاء الله. جربوها وعلى ضمانتي. المهم نتوما ابقاو افويا للقناه، وراح نحط لكم العديد من الوصفات كما راكم تشوفوا. هنايا حطيت فيها في القاعده حطيت شويه توفيا كراميل. بعد ذلك نحط عليها كميه تاع الحشو، ممكن توزني هنا كميه الحشو ممكن عادي. وهنا نغطيها بكامل الحشو كما راكم تشوفوا، ونحط عليها الشوكولاته بالحليب كنت ذوبتها وضفت لها القليل من الزيت. يعني كل 100 غرام من الشوكولا نضيف عليها ملعقه كبيره تاع الزيت ونقلاصي هذه الحلوى تاعي. هنا تزيين اختياري، هنا حطيت عليها حبه لوز وعملت لها خطوط بالشوكولا، والتزيين راه يبقى اختياري حسب الرغبه. بالنسبه للحلوى تاع الهلال هنا التزيين تاعها راح خيرت هذا التزيين البسيط. نصف تاعها راح نحط عليه كونفيتير كما راكم تشوفوا. لازم تخدموا خدمه نقيه باش تجيكم الحلوى تاعكم فيني. وراح نرمدها في الكاوكاو. وهذه الحلوى جات راقيه في الشكل، ننصحكم تجربوها وتجيكم زاكيه ما شاء الله. المهم اذا كنتي اول مره تزوري القناه ما تنسيش الضغط على زر الاشتراك والاعجاب بالفيديو. والنصف الثاني حطيت عليه شوكولا بيضاء ثاني كنت ذوبتها وضفت لها القليل من الزيت، وراح نحطها في ورق الطبخ. بعد ذلك راح نحركها مباشره باش ما تلصقليش وتجي الخدمه تاعي ثاني فيني. وهنا نكمل كامل الحلوى اللي عندي نزينها، يعني تزيين بسيط وحلوى راقيه وتجي ما شاء الله بنه وشكل وكما راكم تشوفوا فيها. هنا راني حاولت نبدع باش نحط لكم 4 انواع بعجينه واحده، وان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها. وصدقوني هذه الوصفات يعني وكان ما جاتش ناجحه مش راح نحطها لكم في القناه. وانتم المهم ان شاء الله تنال اعجابكم. ما تنسونيش برك بجيم للفيديو وشجعوني وطلعوا لي المشاهدات. هذه هي وصفتي لنهار اليوم، ان شاء الله تنال اعجابكم. بعجينه واحده خدمنا 4 انواع وممكن تخرجي اكثر كما قلت لكم. وهذه الوصفات راه متداوله في اليوتيوب، يعني مش حاجه جديده. مش تجي واحده تقولي هذه راها مخدومه فايت ولا مش مخدومه. انا المهم خدمتها لكم وناجحه، ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتشجعوني في التعليقات وتنال رضاكم واعجابكم. راح نقسم لكم حبه شوفوا كيفاش جات الطاره وجات ما شاء الله. اتهلاو في رواحكم والى اللقاء.